على الهاتف خالد طلعت، المحرر الصحفي في موقع صدى البلد، وطبعا الخبير في شؤون المحترفين. ازيك يا خالد؟ مساء الخير، ازيك يا كريم، عامل ايه؟ تمام. انت يعني عامل تقرير شفناه اكيد وتابعناه، وناس كتيره كمان تابعته، عن المحترفين المصريين. يعني يمكن التقرير يا خالد انا هسيبك تتكلم عنه، لكن العنوان ان اكتر يعني حصاد مباريات 52 محترف مصري. احنا عندنا 52 محترف فعلا؟ لا، احنا عندنا حوالي يمكن 60 محترف كمان، هم اكثر شويه، في حوالي 60 محترف، وصلنا 60 محترف دلوقتي. سواء طبعا في اوروبا او في الخليج، في الوطن العربي. يمكن السبب الزياده طبعا الفريقين بتوع بلجيكا، ليرس وترن اوت. طبعا ليرس بيضم 7 لعيبه مصريين دلوقتي، ترن اوت في 16 لاعب مصري معارين من وادي دجله، ف 23 لعيب في الفريقين دول، بالاضافه لحوالي 37 لعيب تاني في مختلف بقى انحاء العالم. بقول لك توتال حوالي 60 لاعب، يمكن 52 اللي لعبوا خلال الاسبوع ده، في 8 لعيبه تقريبا ما لعبوش ماتشات خلال الاسبوع ده، فالتوتال 60 لاعب. 60 لاعب يعني. اتمنى طبعا ده يبقى مفيد للمنتخب المصري في الفتره اللي جايه. لكن انت تقريرك كاتب كمان نتائج المباريات، يعني عايزينك طبعا، مش هتقدر تقول لنا على ال 52 محترف او كل المباريات، قول لنا على اهم الاحداث او اهم المباريات اللي اتلعبت عن للمحترفين في الاسبوع اللي فات. طبعا اهم حاجه يمكن هال سيتي، طبعا الاضواء مسلطه عليه بالصراع على صعود الدوري الانجليزي الممتاز، وبيضم 3 لعيبه مصريين مميزين، احمد فتحي واحمد المحمدي او محمد نجدو. كان قدام في فرصه هال سيتي لو فاز في مباراته اللي فاتت امام بارنسلي كان ممكن يصعد مباشره للدوري الممتاز، للاسف تعثر، خسر 2-0 في المباراه دي، والامور بقت اصعب شويه لان واتفورد الفريق اللي هو صاحب المركز الثالث فاز في مباراته، والفرق بينهم نقطه واحده بس. وطبعا باقي جوله الاسبوع الجاي دي المرحله الاخيره. هال سيتي عنده مباراه يمكن يعني صعبه وسهله في نفس الوقت، وهيلاعب كارديف سيتي اللي هو المتصدر اللي ضمن الصعود خلاص. هو طبعا يعتبر اقوى فريق في الدوري الانجليزي، لكن هو خلاص ضمن الصعود، فبالتالي ممكن ما يلعبش المباراه بجديه كامله. دي ممكن تكون ميزه لفريق هال سيتي. لو هال سيتي فاز في المباراه دي خلاص يصعد مباشره للدوري الانجليزي الممتاز. لو لا قدر الله تعثر تعادل او هزيمه والناحيه الثانيه واتفورد فاز، يبقى واتفورد هو اللي هيوصل مباشره مع كارديف سيتي، وفي الحاله دي بقى هال سيتي هيخش الدوره اللي هي هتحدد الصعد الثالث، بيتاهل فيها المراكز من الثالث للسادس، وهيشارك فيها كمان فريق برايتون اللي بيضم المدافع المصري ادم العبد. يعني يمكن كمان يعني محمد صلاح ومحمد النني، ايه اخبارهم؟ يمكن بازل اتعرض لهزيمه غريبه جدا ومفاجاه على ملعبه امام لوزيرن 3-0. يمكن لوزيرن ده الفريق اللي هو اللي قبل الاخير في الدوري السويسري، بس حاليا في صداره الدوري. كانت المفروض على الورق ان هي مباراه سهله وان الفوز فيها مضمون، لكن يمكن مراد يكين المدير الفني البازل عمل تغييرات كتيره شويه في التشكيل، كان ريح لعيبه كتير يستسهل المباراه اكتر من اللازم. ريح بعض اللعيبه، كان مركز في ماتش تشيلسي. محمد النني كان خارج ال 18 تماما. صلاح كان على المقاعد البدلاء، ويمكن شارك في الدقيقه 63 تقريبا لما الفريق اتاخر 2-0 وكانت الامور صعبه، بالتالي ما قدرش يساعد فريقه وخسروا 3-0. لكن ما زالوا برضه في صداره الدوري السويسري بفرق 3 نقاط عن هوبرز، لان جاس هوبرز برضه خسر في نفس الجوله، فبالتالي الامور استمرت على ما هي عليه. واصبح بقى التركيز في ماتش تشيلسي يوم الخميس الجاي ان شاء الله في ستانفورد بريدج، ماتش العوده في السيمي فاينال بتاع اليوروبا ليج اللي بازل خسر في ماتش الذهاب على ملعبه 2-1. خالد، انت معتبر ستيفان شعراوي محترف مصري؟ طبعا شعراوي معاه الجنسيه المصريه، فبالتالي محسوب ضمن المصريين. والده مصري، لازم نركز عليه ولازم نهتم بيه، حتى لو كان مش هيلعب لمنتخب مصر، لكن بيظل ليه اصول مصريه. الصحافه الايطاليه بتتكلم عنه في بعض الاحيان بيلقبوه بالفرعون. موقع ميلان الرسمي نفسه كتب عليه الفرعون. عدم مشاركته في منتخب مصر يعني مش عايزين برضه يبقى هو السبب. احنا برضه اتاخرنا عليه، والجهاز الفني لمنتخبات الناشئين، الاجهزه الفنيه المتعاقبه، ما حدش يهتم بيه، فبالتالي جات له فرصه ايطاليا. اكيد فضل اللعب المنتخب ايطاليا لانه الاكثر قوه واكثر شهره على مستوى العالم من منتخب مصر، لكن ده ما ينحيش ان هو معاه جنسيه مصريه. يعني عايز اقول لك كمان ان يمكن شعب الجزائر كله بيفخر بزين الدين زيدان، وبيقول ان هو اصوله جزائريه، وبيتكلموا عنه باعتباره جزائري، رغم ان هو على طول كان بيلعب مع منتخب فرنسا وعمره ما لعب لمنتخب الجزائر. فهي نفس الحاله بالظبط تنطبق على ستيفان شعراوي. فاكيد لازم نفخر بيه وباصوله المصريه، ان هو لعيب في دوري ايطالي وفي اكبر الدوري الايطالي من اكبر الانديه، يعني نادي ميلان. ايه اخبار ابراهيم سعيد وبسام ابو حديد؟ يعني انا اول مره بصراحه يعني اسمع اسم بسام ابو حديد. يعني يمكن ده حاجه تعبني ان انا ما اعرفوش، لكن بجد اول مره اسمعه يعني.
لا هو طبعا مش من اللعيبه المعروفين، هم بقى ابراهيم سعيد وبسام ابو حديد. راحوا نادي اسمه اسيريسكا في السويد. ده بيلعب في دوري الدرجه الاولى اللي هو تحت الدوري الممتاز. ماشي بشكل كويس، هم بدات 4 اسابيع حتى الان هم في المركز الثاني، بينافسوا بشكل كبير على الصعود للدوري الممتاز هناك في السويد. ابراهيم سعيد طبعا بعد فتره غياب، يمكن قعد حوالي سنه ونص بعيد عن الملاعب تماما، ما كانش بيلعب ماتشات خالص مع اي فريق. رجع مره ثانيه مع فريق اسيريسكا، ومعاه بسام ابو حديد ده كان صانع العاب فريق انبي، لعيب سنه صغير ويمكن اسم الشهره بتاعه بسام فيجو. من ال4 ماتشات اتلعبوا للاسف ابراهيم سعيد وبسام الاثنين ما شاركوش لاسباب مختلفه. ابراهيم بطاقته الدوليه اتاخرت، ما اتبعتتش من اتحاد الكوره، وحتى طبعا هو بخفه دمه ودايما هو مشاغب، كان بيتكلم ان هو خايف ان تكون بطاقته اتحرقت في حريق اتحاد الكوره، وكان بيناشد دكتور محمد مرسي رئيس الجمهوريه ان هو يبعت له البطاقه بتاعته. الناحيه الثانيه بسام ابو حديد مصاب، كان عنده اصابه في بدايه السيزون فما بداش يشارك معاهم. لكن الغريب بقى ابراهيم سعيد يمكن واصل برضه يعني فعاليته الغريبه وتصرفاته الغريبه. ان هو ترك بقى فريقه اسيريسكا وجه مصر دلوقتي في اجازه طويله شويه عشان بيصور مسلسل رمضاني، يمكن اول تجربه تمثيليه احتراف لابراهيم سعيد، هيكون ليه دور كامل في المسلسل مش مجرد ضيف شرف. بالظبط، هيشارك تقريبا في 20 حلقه، مسلسل اسمه مزاج الخير، معاه مصطفى شعبان وعلا غانم ودره وعبير صبري، دول نجوم المسلسل. فبالتالي ابراهيم خد اجازه طويله شويه من فريقه ورجع مصر مركز دلوقتي في التمثيل، وبعد كده بقى بعد ما يخلص تصوير دوره في المسلسل هيبتدي يرجع تاني للسويد عشان يشارك مع الفريق. خالد، احنا عندنا كام لعيب محترف في الدوري العراقي؟ يعني انا شايف كتير يعني. عندنا تقريبا حوالي 7 أو 8 محترفين في الدوري العراقي. يمكن في الطلبه في 3 لعيبه اللي هم احمد فتحي بوجي اللي كان مهاجم منتخب الاولمبي السابق، وفي احمد سعيد الاقصر لاعب من حرس الحدود، وفي مصطفى جلال من انبي، دول 3 لعيبه موجودين في الطلبه. فريق النفط كمان في محمد شوقي طبعا لاعب خط وسط الاهلي السابق، موجود في القوه الجويه رضا الويشي اللي هو كان مهاجم الاهلي ومهاجم المقاولين العرب. الصناعه، فريق الصناعه هناك كان في جمال حمزه وطلعت محرم، لكن جمال حمزه فسخ عقده من 10 ايام تقريبا، ما كملش معاهم. احمد بلال برضه تقريبا فسخ عقده. نعم، كان احمد بلال برضو كان في الدوري العراقي. احمد بلال في الوحدات، لا احمد بلال كان في الوحدات الاردني. احمد كان في الوحدات الاردني، بس بلال يمكن تعرض لاصابه ما قدرش يكمل الموسم، فبالتالي عقده اتفسخ من اداره النادي. لكن جمال حمزه اختلف معاهم على الفلوس ففسخ عقده بطريقه وديه ورجع. موجود ما زال هناك طلعت محرم اللي هو مهاجم طلع الجيش، بيلعب برضه في نفس الفريق بتاع الصناعه. كان في النجف كان قبل كده عفروتو ومصطفى عفروتو طبعا، لكن سابه ورجع برضه دلوقتي حاليا في مصر المقاصه. بالظبط. تمام. خالد، هاخدك حته كده بعيده عن الاحصائيات، طبعا انا عارف ان انت مالك فيها، لكن عايز اسالك سؤال كده بحكم يعني علاقتك القويه بمحمد زيدان. محمد زيدان فين وناوي عليه يا خالد؟ لا والله زيدان طبعا موقفه صعب لغايه دلوقتي، وطبعا كان تعرض لاصابه في الركبه، في اصابه كبيره في غضروف الركبه، وعمل عمليه لسه من اسبوع تقريبا، هيقعد حوالي شهرين بعيدا عن الملاعب. طبعا زيدان عنده مشكله، نادي بنياس هو متعاقد مع بنياس الاماراتي وما زال عقده ممتد فيه سنه كمان، يعني نهايه الموسم ده والسنه الجايه، لكن ما قدمش اداء مقنع في الدور الاول، وكان يعني اصاباته كتيره، فبالتالي نادي بنياس تعاقد مع محمد ابو تريكه، لكن ما زال زيدان على قوتهم، ما بيشاركش طبعا في مباريات رسميه لان عدد المحترفين عندهم خلاص 3 بدون محمد زيدان، لكن كان بيشارك مع فريق الثاني اللي هو السكند تيم في بعض المباريات. اعتقد بنسبه كبيره مش هيكمل مع بنياس، يعني هيكون لصالح الطرفين. محمد زيدان مش من مصلحته ان هو يكمل، وبنياس في نفس الوقت بيدفع له فلوسه على الفاضي، ما بيشاركش معاهم في ماتشات. اعتقد بنسبه كبيره هيغادر بنياس في نهايه الموسم. على فين؟ لسه وجهته اللي جايه ما اتحددتش، يعني لكن ممكن يكون في مصر برضه. لو ما طبعا لو رجع مصر هيلعب في الاهلي، يعني خلينا نكون صراحه. طبعا وضح اكثر من مره، هو اصلا اهلاوي، وفي نفس الوقت برضه يعني بيبحث عن استقرار اكتر، ناحيه ماديه اكيد في الاهلي هيدفعوا له فلوس اكتر، فده اللي بيبحث عنه. فبنسبه يعني 90% لو رجع مصر هيكون في الاهلي، لكن هو برضه ما زال بيبحث عن عروض. وارد يرجع الدوري الدنماركي تاني، بيشوف لو في نادي في المانيا برضه من انديه المؤخره شويه ممكن يكون في مفاوضات معاه. بيتكلم برضه لو انديه خليجيه ثانيه بمقابل مادي جيد ممكن يكمل في الخليج، فلسه الامور كلها متاحه قدامه، لكن لو اختار عوده مصر هيكون في النادي الاهلي. محمد زيدان ظلم نفسه يا خالد؟ اكيد. زيدان زي لعيبه كتير، يمكن عندنا لعيبه مصريين كتير، كنا لسه بنتكلم عن ابراهيم سعيد قبل كده، يمكن مميزين جدا فنيا، لكن عندهم مشاكل بتحيط بيهم سواء داخل الملعب او خارج الملعب، بتاثر على مستواهم. اعتقد شيكابالا كمان فشل مع الوصل الاماراتي بسبب برضه عدم تركيزه في الملعب ولا خارج الملعب. محمد زيدان نفس المشكله برضه، عنده مشاكل كتيره شخصيه اثرت عليه، سواء خارج الملعب او حتى داخل الملعب بعدم التعاون مع زمايله في الفريق. اعتقد بعض الشيء بالظبط، في اكتر من لعيب مصري زي ما قلت لك، ابراهيم سعيد، شيكابالا، محمد زيدان، ميدو حتى من ضمنهم طبعا، عمرو زكي.
يعني احنا عندنا لعيبه مميزين جدا دلوقتي، يعني عايز اقول لك ميدو وعمرو زكي ومحمد زيدان وشيكابالا، 4 لعيبه يعتبروا من ابرز 4 نجوم في مصر وكانوا في المنتخب الوطني. ال4 قاعدين بدون نادي، يعني بقى لهم 6 شهور من يناير اللي فات لغايه دلوقتي ما فيش اي نادي مرتبطين بيه. دي طبعا تعتبر كارثه كبيره ل4 لعيبه نجوم بالحجم ده. كان المفروض ان هم يكونوا بيلعبوا في نادي ويكونوا يساعدوا منتخب مصر، لكن ابتعدوا تماما عن المشاركه في مباريات الكره. واعتقد ال4 فيهم قاسم مشترك هو عدم التركيز واثاره المشاكل بشكل كبير جدا. خالد طلعت المحرر والصحفي في جريدة وموقع صدى البلد، أشكرك شكرا جزيلا، كنت معانا ومنورنا في هاتريك خالد، وإن شاء الله نلتقي قريبا.